السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وسعادة بإذن الله. النهاردة هتكلم على مجموعة الليب بالم للشفايف، لترطيب الشفايف، اكتر من 20 واحدة او اكتر من 20 نوع. قبل ما اتكلم عنهم، اللي لسه ما اشتركش في القناة يدوس على زر الاشتراك اللي تحت او يعمل سبسكرايب ويفعل الجرس اللي جنبه عشان كل فيديو انزله يجيلكوا على طول. اول حاجة هبدأ بيها اللي هما خلينا نبدأ كده من اليمين. اول حاجة هبدأ بيها اللي هي الليب سماركر، اللي هي دي بتكون على شكل اللي هو ده. في كمان نوع تاني متهيألي ده تبع برضه الليب سماركر، وفي كمان النوع ده. عايزه اقول لكم التلاتة حلوين جدا جدا جدا. ليب سماركر حلوة قوي قوي قوي، بس هي غالية شويتين. هي انا كنت جايباها من فترة، طبعا ما جايباهمش خالص المرة دي، يعني من حوالي سنة ونص. بصوا هي دي لونها احمر زي ما انتوا شايفين، لونها احمر، بس هي حلاوتها ان هي ما بتديش لون احمر، يعني بتدي لون عادي، يعني كانك مش حاطه حاجه. بصوا ما بتديش خالص لون احمر، فهو ده الميزه الحلوه اللي فيها، ان هي ما بتديش لون احمر، وفي نفس الوقت بترطب تحفه، بترطب ترطيب حلو قوي. في نفس الوقت كمان شكلها كيوت، يعني لو انت عايزه تجيبيها لبنوتك، عايزه تجيبيها لاختك، اي حد، يعني شكلها كمان حلو. كمان دي اللي هي ليب سماركر دي كمان حلوه جدا، بس دي بالكوكاكولا. دي ريحتها وشكلها زي الشوكولاته، بس هي ريحتها كوكاكولا. برضو ترطيبها كان حلو جدا وعجبتني الصراحه برضو، بس حسيت دي ترطيبها كان اقوى من اللي هي بتاعت كوكاكولا، معرفش ليه. كمان اللي هي التالتة اللي هي دي برضو حلوه قوي قوي قوي، تحفه كمان ترطيبها، وبتخلي الشفايف فعلا ناعمه وطريه. فصراحة حلو قوي، شايفين حلوة قوي قوي قوي، يعني بصراحة تحفة. اسعارهم مش فاكرة بكام، لان انا كنت جايبة مجموعة، يعني دي انا كنت جايباها معاها واحدة تانية، يعني كانوا الباكيتة كان فيهم 2، فمش فاكرة طبعا اسعار، لان كنت جايباهم حوالي نقول سنتين كمان، مش سنة ونص، يعني من كتير قوي. نيجي بقى على التاني حاجة، او التاني او الرابع، او مش عارفة الكام، اللي هي تبع الميلك. عايزه اقول لكم تحفه ترطيب، تحفه تحفه تحفه. بتدي لون حلو، يعني شايفين لونها احمر، بيدي كمان لون احمر. بصوا كان انت لو انت مش عايزه تحطي مثلا ليب جلاس وعايزه تحطي ليب بالم فيه لون احمر، في اللي هي منها دي بيكون فيها 3 باكيتات. بصوا هي المفروض مغناطيس، بس هي عشان ليها فتره فمغناطيس شكله باظ. وفي كمان اللي هي دي اللي هي ما فيهاش لون، يعني بصوا برضو ما فيهاش لون، كأنه اللون اخضر كده، بس ما بتديش لون للشفايف. يعني عايزه اقول لكم ترطيبها حلو قوي قوي قوي. بالنسبه لي دي ترطيبها اقوى من دي، عشان دي فيها لون. انا بالنسبه لي اي ليب بالم فيه لون، بالنسبه لي ترطيبي بيكون اضعف من اللي هو ما فيهوش لون. ده انا بالنسبه لي انا يعني. تمام، دول كده من ميلك. كان اسعارهم، انا كنت جايبه 3 من ميلك، من دول كان اسعارهم حلوه قوي. مش عارفه دلوقتي اسعارهم مره واحده قفزت لفوق، فمش فاكره كان بكام، بس ما كانوش غاليين يعني. كنت جايبه 3 مع بعض، بس مش فاكره كانوا بكام يعني، بس كنت جايباهم بسعر حلو قوي 3. نيجي بقى على اللي هي بتاعت شيجلام. حلوه برضو ترطيبها حلو، بس عايزه ترطيب كتير، يعني مش عايزه مرتين في اليوم، عايزه اكتر، 3-4 مرات كده يعني حلوين، عشان خاطر تجيب معاكي نتيجه. انا جربت اللي هي البيضه، ما جربتش اللي هي لونها بامبي، فبالنسبه لي برضو كانت حلوه يعني. بس ميلك واللي هي ليب سماركر كان بالنسبه لي اقوى من شيجلام. نيجي بقى على اللي هي باليا برضو بالنسبه لي برضو حلوه، بس مش قد كده، يعني مش اللي هي ان انا كانت عندي هنا اهو، هي عندي، ومثلا لو كنت عارف ان هي مش قد كده ما كنتش جبتها اصلا. فبتدي لون زي البني كده، لو انتوا شايفين اللون البني. فممكن اللي عندي اصلا مش حلوه، مش عارفه، بس هي يعني عامة هي مش عجبتني قوي. هي مكتوبة بالبيري كوكا، يعني مش عارفة بزبدة كاكاو، متهيالي هي لونها كده، شايفين لونها ميل على اورنج او على بني. فهي ترطيبها يعني نقول الى حد ما كويس، الى حد ما. نيجي بقى اللي هي الفازلين. دي كانت معايا من قبل المقاطعة،
يعني ليها بالظبط سنتين برضو. كل الحاجات دي اللي معايا سنتين يعني، ما فيش حاجات غير جديده هوريها لكم، اقول لكم دي انا جبتها قريب. فترتيبها حلو قوي 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 قوي، تحفه. بس في نفس الوقت ما مش محتاج يعني يعني مش مرتين وفي اليوم كده، لا بتحتاج اكتر من مرتين عشان تديك النتيجه اللي انت عايزاها. فانا بالنسبه لي برضو هي حلوه حلوه وكل حاجه، ولو انت عندك حطي منها. بس لو انا كنت كده برضو ما كنتش جريت اشتريها يعني. برضو الحلوه واللي عجبتني برضو اللي هي تبع مابلين تحفه يا جماعه. حلو قوي الاصدار اللي هو لونه ده، لونه لبني، وفي نفس الوقت في منه كذا اصدار. بس انا معايا الفراوله، بس ترتيبها مش زي البيضه ترتيبها حلو بالنسبه لي، او بالنسبه للحمراء. يعني بالنسبه للحمراء البيضه احسن منها. مش عارفه الحمراء والله مش عارفه حطيتها فين الحمراء، بس اهي لقيتها لكم. بصوا دي الحمراء ودي اللي هي البيضه. الحمراء بالنسبه لي ترتيبها مش قد كده، هي متهيالي لونه بس، مش عارفه بتدي لون، مش فاكره بتدي لون ولا لا، بس بتدي لون. فبالنسبه لي ترتيبها كان ضعيف قوي 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 وما حبيتهاش الصراحه. بس اللي هي دي الصراحه ترتيبها حلو قوي وبترطب وبتخلي الشفايف ناعمه. فبالنسبه لي حلوه يعني الى حد ما اللي هي اللبني. لكن الحمراء ما عجبتنيش خالص خالص خالص. نيجي بقى لللابيلو طبعا مش حلوه خالص بتاتا. فمش عجبتني الصراحه، مش عارفه ممكن انا فيها حاجه سبب، بس لا هي ما عجبتنيش خالص خالص. ترتيبها ضعيف قوي قوي قوي. مش عارفه ما حبيتهاش يعني. انا يا جماعه انا مش جايبه دي بس، انا كنت جايبه كذا واحده. فجربت البيض، جربت الحمراء، جربت كله ما عجبتنيش ولا واحده فيهم عجبتني. نيجي للي هم دول كاتريس، وكمان اللي هو جولدن روز. عايز اقول لكم هو اللون على الفاضي يعني. انا مش عارفه انا ليه جبتهم. انا لو كنت اعرف كده ما كنتش جبتهم اصلا من الاول. هما ملهمش اي 60 لازمه. هما الصراحه ملهمش اي ترتيب، هما جاست لون بس مش اكتر. ما بيدينيش ترتيب خالص. بحس شفايفي اصلا لما يتمسح او لما يتشال الليب بالم، بحس شفايفي اصلا اتبهدلت اكتر من هي من الاول. فانا بالنسبه لي كاتريس واللي هي جولدن روز مش حلوه. لو انتوا عايزين واحده فيهم الاحسن منهم من الاتنين، هاتوا اللي هي جولدن روز احسن من كاتريس. بس هما الاتنين عامه لا مش حلوين، مش عجبوني خالص خالص. نيجي بقى اللي هي بتاعت بازلين كويسه الى حد ما في اللي انا اتكلمت عنه كل ده، ما عدا اللابيلو. اسعارها يعتبر ارخص سعر في اللي انا اتكلمت عنه يعني. هي يعني بعيده عن اللابيلو والفازلين، لا الفازلين غاليه عن البازلين. فهي بالنسبه لي لو انت مش معاكي مثلا فلوس اكتر من 100 هاتيها. هي بترطب حلو وكل حاجه، بس هي محتاجه ترطيب كتير في اليوم يعني 4-5 مرات كده، مش كده على طول يعني. كده مثلا كل 3 ساعات، كل 4 ساعات حطي عشان تجيب معاكي الريزلت اللي انت عايزاها. غير كده مش هتديكي اي نتيجه انت عايزاها. فبالنسبه لي برضو من الحاجات اللي هي مش عجبتني. نيجي بقى النيفيا. بالنسبه لي نيفيا احسن من لابيلو، واحسن من واحسن من ايه تاني، واحسن من بازلين. انا بالنسبه لي لابيلو نيفيا قصدي حلوه قوي قوي قوي. ترطيبها تحفه وهي ريحتها كمان حلوه يعني. بحسها زبده كاكاو، مش عارفه ليه، بس مش فاكره كانت ايه اصلا يعني بايه. بس هي انا بصراحه عجبتني. عارفه ان نيفيا مقاطعه وعارفه ان فازلين مقاطعه، ما اعرفش ان بازلين مقاطعه ولا لا. بس الحاجات دي كانت عندي اصلا عشان ما حدش يتكلم ويدخل يعمل كومنت يقول انا داخل او انا داخله عشان خاطر اكتب كلمه مقاطعه. فبلاش الحركات دي يا جماعه ارجوكوا يعني. فالحاجات دي اصلا كانت عندي من سنين، فاهمين. فنيفيا بالنسبه لي كويس، حلو يعني بالنسبه لي حلو. نيجي بقى اللي هي دي كمان من بيبسي. عايز اقول لكم هي دي شكل بس ملاش اي لازمه يعني. ما تديش ترتيب خالص يعني. هي حلوه بس كشكل وكده. هي ريحتها بيبسي
ريحتها بيبسي فعلا وشكلها حلو، شكلها كيوت وكل حاجة، بس هي كترطيب لا خالص خالص خالص. نيجي بقى على اللي هي بتاعه كافي ميمي. كافي ميمي تحفه، ترطيبها حلو قوي قوي قوي، بس بحطه انا قبل النوم عشان بحس ان هو عامل زي الفازلين، فبحسه ان هو تقيل على الصبح او تقيل على النهار. بصوا بصوا شايفين عامل زي الفازلين بالظبط، تقيل. فبالنسبه لي انا مش حلو خالص بالنهار، يعني مش بحس في حاجه تقيله على شفايفي بالنهار، مع ان هو خفيف، بس انا بيجيلي احساس بكده. فانا بالنسبه لي دي ليل بس، فهي كترطيب ليلي حلو قوي، تصحي تلاقي شفايفك حلوه قوي وكل حاجه هي. بس مش المفروض مكتبوش لي عليها ليب بالم، مكتوب عليها ليب ماسك، لان هي عامله زي الليب ماسك بالظبط. نيجي بقى على اللي هي بوبانا. بوبانا عايزه اقول لكم دي ارخص نوع في الموجودين ده كله، هي بحاجه و30 جنيه. فعايزه اقول لكم ان هي مش حلوه. لو انت معكيش غير حاجه و30 ومعكيش غير 40 جنيه وعايزه تشتري ليب بالم، هاتي اللي هي بوبانا. لو انت معاكي حاجه يعني فلوس وعايزه تجيبي حاجه تانية غير اللي هي البوبانا، هاتي اللي هي نيفيا، او لو انت كده هاتي اللي هي بيزلين. لابيلو لا ما تجيبوهاش. فازلين هتقولوا عليها مقاطعه. باليا لا مش ما تجيبوهاش، يعني بالنسبه لي لا مش حلوه باليا. فالبوبانا مش حلوه خالص خالص خالص. انا بحطها كل يوم، يعني انا جايبه بالهالورونيك وجايبه بفيتامين اي، بس فيتامين سي قصدي، زي ما انتم شايفين اهو. بس صراحه ما عجبتنيش خالص 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 نهائي. دي هما دول 3 الجداد اللي انا جبتهم. دي ايفا بالنسبه لي ترطيبها ضعيف برضو، بس هقول ترطيبها يعتبر احسن من بوبانا. بوبانا ترطيبها ضعيف خالص. ف يعني ايفا الى حد ما كويس، الى حد ما، لكن هقول لكم هتديكم النتيجه اللي انتوا عايزينها. هقول لكم لا، مش هتديكم النتيجه اللي انتوا عايزينها، لان هي اصلا مش حلوه. ما عجبتنيش الصراحه، فانا يعني بستخدمها كده وخلاص، فاهمين؟ نيجي بقى على الفازلين. فازلين طبعا الناس كلها بتحطه، او لو انت ما عندكيش مش عايزه تجيبي ليب بالم وعايزه تجيبي فازلين، هاتي فازلين، اي فازلين من عندك في الصيدليه هتلاقي فازلين. هاتيه حطيه بس بالليل، بلاش تحطيه بالنهار، لان هتحسي ان هو تقيل قوي على النهار، فهتحسي بحاجه تقيل قوي على شفايفك، فبلاش تجيبوا تحطوا فازلين بالنهار. نيجي بقى على اخرها مسك وختامها مسك، اللي هي كارمينكس احسن نوع بالم انا اتكلمت عنه النهارده، او اتكلمت عنه دلوقتي. احسن نوع ليب بالم ممكن تستخدموه اللي هو كارمينكس. هتقولوا ان هو ممكن الناس تقول عليه مقاطعه، معرفش ان هو مقاطعه ولا لا. ناس هتقول عليه غالي، هقول لكم غالي. ناس هتقول عليه مش عارفه ايه، هقول لكم هو تحفه. يعني مهما جربت من الليب بالم مش هينفع ان انا اقول على حاجه احسن من الكارمينكس. يعني انا بالنسبه لي كارمينكس، بعديها اللي هي ليب سماكر على طول، ما فيش كلام، فاهمين؟ فعايزه اقول لكم بتخلي الشفايف ناعمه بطريقه فظيعه، بتخلي الجلد الميت اللي هو في الشفايف بيتقشر، تصحي من النوم تلاقيه متقشر وبيتشال بسهوله طبعا، وبيخلي الشفايف نفسها ناعمه، متحسوش ان في حاجه خشنه، او تحسوا في حاجه طبقه عازله كده على شفايفكم، اللي هي الزبده اللي هي الجلد الميت، مش هتلاقوها، يعني فاهمين؟ مع الاستمرار هتلاقوها شفايفكم بقت فله شمعه منوره، بجد تحفه. في منها الشكل ده اللي هو عامل زي ده، وفي منها اللي هو الشكل ده. طبعا ماما بتستخدم ده وانا بستخدم ده، فاحنا الاتنين بنستخدمهم. فعايزه اقول لكم حلو قوي الاتنين ليب بالم، الاتنين حلوين قوي قوي يا جماعه، من احلى الليب بالم اللي انتوا هتستخدموها اللي هي كارمينكس. عايزين تجيبوا حاجه ارخص منها طبعا انا اعتقد ان ليب سماكر اغلى من كارمينكس دي. انا اعتقد دلوقتي، زمان كان العكس، كان الكارمينكس اغلى من ليب سماكر، بس دلوقتي بقت العكس. فعايزين تجيبوها هاتوها، موجوده في كل الاونلاين، مش عارفه اقول لكم موجوده فين بالظبط او انهي جروب بالظبط، مش عارفه سعرها كام، سعرها مش عارفه برضو، لان انا جايباها من فتره كبيره. عايزين حل شفايفكم ناشفه متشققه خشنه جافه،
كل حاجة هتوكارمكس، ده رأيي وانا لازم اقوله. ده كان فيديو النهاردة عن اللب لب بالم اللي انا اتكلمت عنهم كلهم، اكتر من 20 نوع لب بالم. طبعا لازم احطهم كده عشان خاطر المنظر بتاع الفيديو. ده كان الفيديو، معلش لو طولت عليكم، بس كان لازم ان انا اشرح كل حاجة in details. ده كان فيديو النهاردة، واستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.